السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أحلى متابعين في الدنيا. فيديو النهاردة 2 في 1. هنعمل فيه كريمة البيتستري وكمان هنعمل أحلى صينية كنافة ممكن تجربوها. يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض. هنزل بنص لتر من الحليب، عليهم 1 من البيض بدرجة حرارة المطبخ، 3 معالق كبار من السكر الحبيبات، 2 كبار من نشا الذرة، معلقة صغيرة من الفانيليا. أنا استخدمت فانيليا دريم بالبرتقان، أخيرا لقيتها، مبسوطة جدا إن لقيتها بجد. تقدروا تستخدموا أي فانيليا تكونوا بتفضلوها سواء باكت أو سايلة. ضربتهم بالهاند بلاندر، ممكن تضربوهم بالمضرب اليدوي. هنرفعهم على النار لحد ما يوصلوا لمرحلة الغليان، القوام بتاعنا يتقل ويبتدي يطلع فقاقيع كده. في الوقت ده هنعرف إن هو ده القوام المطلوب. دلوقتي بقى هنزلهم من على النار وهنقلهم في بولة. طبعا إذا كنا هنشيلهم في التلاجة يعني مش محتاجينهم دلوقتي، هنستنى لما تهدى ونغطيها بستريتش أو بأي كيس متاح عندنا وندخلها التلاجة. لكن بما إني أنا هستخدمها دلوقتي، هعمل بيها الكنافة بتاعتي، فأنا هغطيها بلاستريتش واسيبها جنبي في المطبخ زي ما هتشوفوا معايا كده. بتمنى لو وصلتوا معايا لحد الوقت ده من الفيديو ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الحلوة، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا على اليوتيوب، قناة في المطبخ مع سنة. دلوقتي بقى هجيب الكنافة بتاعتي، عندي نص كيلو من الكنافة زي ما انتوا شايفين. هنزل عليهم بكوباية كاملة من السمنة. طبعا تقدروا تستخدموا الزبدة، تقدروا تعملوا ميكس ما بين الزيت والسمنة زي ما تحبوا، مفيش فيها أي مشكلة. وهبتدي بقى أغلف الكنافة بتاعتي بالسمنة زي ما انتوا شايفين كده، واتأكد ان الكنافة بتاعتي اتغلفت كويس جدا بالسمنة. الخطوة دي مهمة جدا. هجيب الصينية بتاعتي زي ما هتشوفوا معايا كده بالظبط، هنزل بنص الكنافة. وفي المرحلة دي بقى تقدروا تضغطوا زي ما انتوا حابين، لكن لما ننزل بالكريمة طبعا مش هنضغط عليها. بسوي الصينية بتاعتي، بعد كده بقى هنزل عليها بالكريمة بتاعتي زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي، ولا أسهل من كده. وصفة سهلة وبسيطة ولذيذة، أتمنى من قلبي إنكم تجربوها، أتمنى أكتر إنها تعجبكم. بحاول أوزع الكريمة بتاعتي، لكن حاولوا ما توصلش لحد الأطراف. الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 180، بتاخد معانا حوالي نص ساعة في الفرن. كده الصينية بتاعتنا جاهزة، هندخلها الفرن مع بعض ونشوفها هتبقى شكلها ازاي لما تطلع معانا على خير. بجد لونها ذهبي وطلع حلوة قوي قوي قوي، بجد ريحة كده وشكل يعني حاجة فاخر بجد من الآخر. هنزل بالعسل زي ما انتوا شايفين. طبعا الشربات بتاعنا كان جاهز قبل كده، كوبايتين من السكر، كوباية من المية، نص عصرة ليمونة، وباكت من الفانيليا. هنا جوزي حب يشترك معايا فبيصب العسل هو كمان. وكده الصينية بتاعتنا بقت جاهزة زي ما انتوا شايفين، تقدروا تزينوها. ده اختياري ليكم زي ما انتوا حابين، انا زينتها بالقشطة. وده كان فيديو النهارده اللي بتمنى من قلبي انه يعجبكم. يا ريت لو عجبكم ما تنسوش لايكات كتير، شير، اعادة نشر، اشتراككم في قناتنا في المطبخ مع سنة، واستنوني فيديوهات تانية كتيرة. كل سنة وحضراتكم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.